السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. عايزة النهارده أحكي لكم قصة مختلفة. كنت في ليلة ومش عارفة أنام خالص، فرُحت سمعت فيلم. في أوقات كده لمّا بتيجي تسمع فيلم، بتحس إن هو بيلمّس حاجة جواك، بس اللي أعرفه إن هي المسلسلات والأفلام بتغيّر جوانا، وقت بيبقى بالإيجاب إن هو بيبقى وحي خيال، حاجة بتدّيك نشوة، بتدّيك أمل، بتدّيك حلم، تشعرك بالحب، تشعرك بالدفء، بالصداقة. أوقات تحسسك بالإحباط، تلامس الواقع، تعيّشك في همومك. بس اللي أنا عايزة أقوله إن أنا بافضفض، باتكلم، ممكن رأيي يبقى صح وممكن رأيي يبقى غلط. تعالَ أحكي لكم قصة الفيلم. بيبدأ الفيلم مع واحدة بتكره عيد ميلادها أوي، أوي، أوي. كل ما بتيجي فكرة عيد ميلادها أو يوم عيد ميلادها، بتحس إن هو أكتر يوم شؤم وأكتر يوم وحش في حياتها، ومش تبقى عايزة تحتفل بيه. هنعرف قدام هي ليه أصلًا بتكره اليوم ده. البنت دي بتبقى عايشة في عمارة أهلها بيبقى مسافرين، هي بقى بتاخد إيجارات العمارة وبتعيش منها وبتشتغل مذيعة، وصاحبتها بتشتغل مديرة الإنتاج بتاعها. والبنت دي بقى من اللي هم بنات Egypt أو الناس المنفتحين بقى ممكن تسميها زي ما أنت عايز، انفتاح، سوق، أي حاجة، بس هي ما تحكمش على الناس. كل واحد عايش مع ربطه. ييجي واحد يعيش مستأجر جديد في العمارة اللي هي فيها، اللي هي عمارة باباها. المستأجر ده باين عليه شخص محترم، دكتور نفساني، عليه محبوب قوي وبيعرف يتعامل مع الناس. عنده واحده كبيره في السن كده في المستشفى اللي هو شغال فيها، زي مامته كده، تعاملوا كانهم صحاب، وعلاقتهم حلوه جدا. هي مش بس مرته، يعني هي زي امه كده تقريبا، هي الوحيده اللي موجوده في حياته من بعد اخته الصغيره اللي توفت. اخته دي كانت هي الوحيده بالنسبه له. كان عنده ابوه توفى وامه راحت اتجوزت، سافر اصلا امريكا عشان يدرس الطب النفسي ورجع تاني. الفتره اللي هو سافر فيها اخته توفت فيها، فهو شايل الذنب ان اخته توفت، ولو هو كان موجود كان خد باله منها. الفترة دي من حياته عايش ببؤس، بيحاول ان هو يعالج ويداوي نفسه. تطلع قدامه بطلتنا، خرجوا مع بعض كذا مرة، وبيحس ان هما كانوا يعرفوا بعض من زمان. بطلتنا من اول ما وقعت على الدنيا وهي حياتها وحيدة، دايما هي اللي بتتسال. يوم الشؤم اللي هو عيد ميلادها ده، اللي خلاه يوم شؤم، يوم عيد ميلادها كانت عازمة كل اصحابها على عيد ميلاد، ومن ضمنهم الولد اللي هي بتحبه. جه العيد ميلاد وهو معاه صاحبته. هي حست في اليوم ده ان هي اتكسرت كسر كبير قوي. كلهم كانوا بيشربوا خمر وسجاير. بعد لما انتهت الرحله بتاعتها، فهي بتاخد معاها في عربيتها البنت اللي هي صاحبه صاحبها. وفي اليوم ده عشان كانت شاربه فبتعمل حادثه، والبنت دي بتتوفى. وعلشان كده هي برضه حاسه بالذنب وبتكره عيد ميلادها عشان حصل في كل الاحداث الوحشه والكسرات اللي حصلت في حياتها. المفاتيح جوه الشقه، فخدها وحجز لها في مكان عشان تبات فيه. وفي تاني يوم جاب لها المفاتيح، وهي اعتبرتها موقف جدع جدا منه. لو واحد تاني كان استغل الموقف. وبعد كده بدأوا يتقابلوا أكتر في أكتر، ويحبوا شخصيات بعض، يعرفوا صحابهم. وكان ليها صاحب كده، بس الصاحب ده شخص مش كويس، كان متجوز وبتاع ستات، ومش سايب كمان البنت دي في حالها. دايما كان بيعاند وكان بيضايق الطبيب النفسي ده. خلاص اتأكدت ان الطبيب النفسي ده هو العوض اللي ربنا بعته لها. صاحبتها بتيجي لها بعد كده وبتقول لها، هي جايه لها منهارة طبعا، وعماله تشرب سجاير خمره. بتحكي لها ان هي كانت رايحه لباباها عشان تزور باباها ومامتها. اتفاجئت ان باباها بيحاول مع الشغاله اللي عمرها 14 سنه، حاول تساعدها ان هي تطلع من اللي هي فيه ده. وفي مره بينزل الطبيب دوت علشان يفطر معاهم. عليها صاحبها الولد اللي انا كنت بقول عنه ان هو مش عايزها تتجوز ولا تحب ولا تعيش حياتها، عارفه ان هما الاتنين مش بقوا مرتاحين مع بعض، فرجعت فنزلت له تحت علشان تسلكه كده وتمشيه. صاحبتها والولد ده كانوا مع بعض، فبيشد ايديها بحسن نيه وبيقول لها تعالي نعمل اكل مع بعض. فبتزق ايده كده بغشامه، بتقول انت مفكرني انا سهله زي كل البنات. فهو باعتذار لها بيقول لها انا قصدي حاجه، مش كل الناس زي بعضها، ولو عايزه تطلعي من اللي انت فيه ده، ولا الخمر هتنسيكي ولا السجاير ولا اللي انت عاملاه في نفسك ده. كده بطلنا بيتكلم عن اخته وقد ايه هو مشتاق لها وبيعيط وبيحكي عنها، وان قد ايه ان هو كان السبب في اللي حصل لها. وبيطلع الصوره. ها هنا نفاجأ ان البنت اللي هي دي، اللي هي اخته يعني، البطله، كانت قتلها. ان البنت اللي في الصوره اللي هي اخته هي نفس البنت اللي بطلتنا قتلتها في يوم عيد ميلادها. فبطلتنا بتبعد عن البطل، وهو بيحاول يوصل لها مش فاهم في ايه. هي بتبعد اكتر، بتكتئب اكتر، بتسمع هلاوس للبنت دي ومش عارفه تنام. اكتئاب اكتر، هي مش عارفه تبعد خالص ولا عارفه تقرب. مش عارفه هي عايزه تدنها ولا عايزه تمشي. ما هي لو دنتها هتبقى مع واحد في كدبه في النص، هي قاتله اخته، هو يكون ايه موقفه. ولو بعدت هتكون بتبعد عن اكتر شخص هي حبته في حياتها. انهم في مرحله يقرب ونبعد وهو يدور عليها. اكتشف بعد كده ان اخت البنت اللي ماتت تبقى حبيبه الطبيب النفسي اللي هو بطلنا، وهي متفقه معاه علشان يوقعها ويدمرها ويكسر قلبها علشان تنتقم لحق اختها. لما بطلتنا بتتدمر وبتتكسر، بس في كل المشوار ده كان في حاجه واحده حقيقيه، كان بيحبها بجد. لما عرفها وعرف شخصيتها
حبها بجد دي، وهي كانت مكسورة وكانت عايزة تمشي وخلاص قررت ان هي تنفصل. اتقابلوا هما الاتنين في مكان. هي كانت بتقوله ان هو اسمه اخر الدنيا، وكانت بتقوله في مقابلات قبل كده ان هي ما بتحبش تيجي هنا لوحدها علشان مش عايزة توصل اخر الدنيا وتبقى لوحدها المكان ده، وفعلا بيلاقيها هناك. هي بتبقى شايلة الهم ان هي تحكي له عن اخته وخايفة ان هو مش يسامحها، وهو شايل الهم ان هي ما تسامحوش على الكدبة الكبيرة اللي هو كتبها عليها. وبينتهي الفيلم. الفيديو ده انا مسرعه على 1:30. اليوم اللي انا صورت فيه الفيديو ده انا كان طاقتي فيه بصوا منعدمه، انا مش كنت قادره اتحرك من على السرير اصلا. وده الجانب اللي بيحصل لمعظمنا، بس السوشيال ميديا عمرها ما هتوريهولك. احنا عادي ان احنا نقع علشان احنا بشر مش آلات، بنقع، بس الجدع فينا اللي يعرف يقوم تاني. وفي الوقت اللي انت مش قادر تعمل اي حاجة قوم واعمل حاجة بسيطة. قول لنفسك انا هعمل حاجة بسيطة، قاعدة 5 ثواني يعني. ادي نفسك 5 ثواني وابدأ في اي حاجة بتعملها، وقول لنفسك انا هعمل فترة صغيرة هو 25 بس دقيقة الفكرة عشان ما تكسلش، وبعد كده هتلاقي ال25 دقيقة بقت ساعة واهم حاجه ما تضايقش نفسك ولا تأنب ضميرك انا ما عملتش حاجه النهارده ما سويتش. لا، انت قول لنفسك انا لو عملت حاجه بسيطه يعني نص ساعه مثلا في اليوم انا كده بيرفكت عشان اتحركت اصلا. وده بودكاست اسمه فضفضه. طبعا فضفضه مش جاي من فراغ، علشان هقعد افضفض معاكم عن حكايات وعن اليوميات بتاعتي وعن كل حاجه ليها علاقة بعلم النفس والكتب. بحب أقرأ أوي في علم النفس، فهتكلم معاكم في الكتب دي وشخصيات اضطراب الشخصية الحدية والنرجسي وازاي نتعامل مع الحاجات دي. فاستنى.